النهاردة هحكي لكم قصة تخليك تقول إزاي ده حصل. قصة واحد عبقري وفي نفس الوقت غبي جدا اسمه جيمي زونج. الراجل ده قدر يسرق ملايين من أخطر موقع في الدارك ويب اسمه سيلك رود أو طريق الحرير. موقع بالشكل ده كان مليان كل حاجة ممنوعة، أسلحة، مخدرات، صفقات مشبوهة، كل اللي يخطر على بالك. لكن اللي عمله جيمي كان حاجة تخليك تقول يا نهار اسود، وفي الآخر غباؤه الصغير هو اللي كشفه. لو أول مرة تشوفني في قناتي دارك ويسبرز بحكي قصص غريبة وغامضة عن الدارك ويب والرعب، فجهز قهوتك ويلا نبدأ. قبل ما ندخل في قصة جيمي لازم نفهم إيه هو سيلك رود. فكروا فيه كسوق سودا، بس مش في الشارع، لا، في أعمق مكان على الإنترنت، الدارك ويب. كل حاجة هناك بتتم بسرية والفلوس كلها بيتكوين. الموضوع مش بس خطير عشان الممنوعات، لكن كمان عشان اللي بيتعاملوا فيه، هاكرز، مجرمين، تجار سلاح، كل واحد ممكن يخلص عليك بكبسة زر. عشان كده أي حد يدخل هناك حرفياً بيحط نفسه في خطر كبير جداً. جيمي اتولد سنة 1990 في جورجيا، أمريكا. أصله آسيوي وعاش في حي مليان عنصرية. المدرسة كانت كابوس بالنسبة له. لما والده ووالدته اتطلقوا حياته قلبت. أمه سحبته من المدرسة وادت له كمبيوتر، لكن بدل ما يتعلم كان عايز يلعب. بعد مشاكل عائلية كتير اتقبض على أمه ودخل جيمي مركز رعاية، وبعدها رجع لمدرسة خاصة بتعلم تكنولوجيا. في وسط العك ده كله الكمبيوتر كان بالنسبة له مهرب. مع الوقت بدأ يتعلم شوية برمجة وشوية ألعاب، وبعدها لقى نفسه بيتشد لعالم تاني، الهاكينج. في 2010 دخل عالم الدارك ويب، وكان شاطر جدا في اكتشاف الثغرات. عارفين يعني ايه ثغرات؟ ثغرة هي باب سري يوصلك لحاجة المفروض ما تقدرش توصل لها، حسابات بنكية، محافظ بيتكوين أو بيانات مستخدمين. ساعات كان يبيع الثغرات دي في السوق السوداء، وممكن كمان يصلحها للناس مقابل فلوس. كان عايش بين خط رفيع، مرة هاكر ومرة مصلح، لكن قلبه دايما كان مايل للجانب المظلم. وهناك بدأ يتعامل مع سيلك رود. جيمي اكتشف إنه يقدر يجمع بيتكوين بسهولة. في الأول جمع حوالي 40,000 بيتكوين، وقتها قيمتهم صغيرة جدا، لكن مع الوقت بيتكوين بقى أغلى وأغلى، ودي كانت أول بذرة للثروة اللي جاية. المشكلة إن جيمي كان دايما متهور. مرة سحب فلوس بسرعة وبدأ يشك إنه اتكشف، فقرر يحتفل فترة ويشتغل في مطعم عشان يبعد الشبهات. في 2011 البيتكوين بدأ يعلى سعره، وجيمي حس إنه كان ممكن يكون مليونير، فرجع للدارك ويب واشتغل تاني. وهو بيتعامل مع سيلك رود اكتشف حاجة غريبة جدا: لو ضغط بسرعة على زر الإيداع 6 مرات الفلوس تتضاعف، ولو عمل نفس الحركة مع السحب يسحب ضعف المبلغ. الثغرة دي كانت زي لعبة فيديو، بس بدل كوينز كان بيكسب ملايين حقيقية. جيمي عمل خطة عبقرية بس بسيطة. عمل حسابين، واحد زبون والتاني مقدم خدمات. يشحن $100 في الأول ويضغط 6 مرات يصير 200. يشتري خدمة من حسابه التاني ب200 وبعدين يسحب من التاني مرتين يصير 400. كان بيعمل كده الأسبوع كذا مرة، وبيشتري خدمات حقيقية من ناس تانية عشان ما يشكش فيه. لحد 2013 قدر يجمع 50,000 بيتكوين، ثروة مرعبة. إدارة سيلك رود لاحظوا إن في حاجة غلط، وأعلنوا عن جايزة 10,000 بيتكوين لأي حد يكتشف ثغرة. كل الهاكرز كانوا بيدوروا على ثغرات معقدة جدا، ومحدش فكر يدور على حاجة بسيطة. جيمي خاف يشارك في العرض لأنه لو عمل كده هيتكشف فورا، ففضل يسرق بهدوء ويفضل خارج المسابقة. مع مرور الوقت ثروة جيمي وصلت أرقام فلكية. في 2018 سعر البيتكوين وصل $3,200، يعني ثروته بقت مليارات. اشترى قصور، سافر رحلات فاخرة، حضر حفلات، وبدأ يعيش حياة الملوك. حتى قدم طلب يروح القطب الجنوبي، ده كان ذروة التفاخر. وفي 2019 وقع في الغلطة الكبيرة. رجع من رحلة ومعاه شنطة فيها $700,000 كاش وفلاشة ب1,000,000 بيتكوين، وخباهم قدام 22 واحد من أصحابه. بعد 3 أيام البيت اتسرق، والسارق عرف مكان الشنطة بالظبط. بدل ما يسكت ويحل الموضوع بهدوء، جيمي اتصل بالشرطة وقال بيت اتسرق، ودي كانت أكبر غلطة في حياته. الشرطة بدأت تحقق وشكوا في مصادر فلوسه.
جابوا محققين من الأمن السيبراني وبدأوا يفتشوا كل حاجة، اللابتوب، الهاردات، وحتى علبة شيبس، ولما قلبوها لقوا هارد ديسك فيها 50,000 بيتكوين. وقتها كانت قيمة الثروة أكتر من 2.5 مليار دولار. جيمي اتقبض عليه في 2022 وتصدرت القضية العناوين، والحكم جه ب2 سجن، وكل ثروته اتصدرت. في كلام إنه ممكن يكون اتوظف يشتغل مع جهة أمنية دلوقتي، لكن مصيره مجهول لحد دلوقتي. تخيل واحد كان ملياردير وقع بسبب بلاغ عن سرقة 2 مليون. غباء، طمع، ولا ثقة زيادة عن اللزوم؟ إيه رأيكم؟ لو مكانه كنتوا هتبلغوا ولا تسكتوا؟ اكتبوا لي في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ولو حابين قصص زي دي اكتبوا لي في الكومنتات. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد.